مساء الخير مشاهدينا، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. هنشوف بعد الفاصل حنان ترك وبلال فضل يجهزان لتقديم الأخت تريز. عمرو عرفة وأحمد عز ينتهوا من المشاهد الأخيرة لحلم عزيز. تكريم وكالة أنباء الشرق الأوسط لعزة بلبع والمطرب اليمني أحمد فتحي. تكريم المطربة التونسية لطيفة في حفل وكالة أنباء الشرق الأوسط. تقوم الفنانة حنان ترك حاليا بجلسات عمل مكثفة مع سيناريست بلال فضل للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمسلسلها الجديد الأخت تريز. وكلنا عارفين ان الأخت تريز كان من المقرر ان هو يبقى فيلم سينمائي، لكن عرض على عدد من المنتجين ولم يتحمسوا لإنتاجه. عشان كده فكرت حنان ترك ان هي تعمله مسلسل تلفزيوني، وطلبت من بلال فضل ان هو يعمل تغييرات تتناسب مع حجم المسلسل، لان كلنا عارفين ان السينما بتبقى مكثفة ومجازة في عدد ساعات محددة، لكن المسلسل ممكن يقعد 30 حلقة أو أقل أو أكتر. والحقيقة أن مرشح لإخراج هذا العمل المخرج حسام الجهري. انتهى المخرج عمرو عرفة من كافة المشاهد الخاصة بفيلمه الجديد حلم عزيز، واللي من المقرر ان هو يجسد دور البطولة في الفنان أحمد عز مع عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم الفنان شريف منير، مي كساب، والفنان القدير صلاح عبد الله. التأليف لنادر صلاح الدين والإخراج لعمرو عرفة، ومن المقرر ان هو يعرض في الصيف اللي جاي، كلنا منتظرينه. ويا ترى الفيلم هيبقى عامل ازاي؟ كله هنعرفه لما يعرض في دور العرض السينمائي. بمناسبة مرور عام كامل على اندلاع الثورات العربية في أغلب الأقطار العربية، قررت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هي تكرم عدد من الفنانين والفنانات من نجوم الغناء في العالم العربي. من مصر كانت الفنانة عزة بلبع، ومن اليمن الفنان أحمد فتحي، واللي هنلتقي بالاثنين بعد الفاصل. هو تكريم يعني ينم عن حب وعن تقدير وعن ود، وأنا أهديه للساحات في الجمهورية اليمنية بلدي.